الممر الملعون. في إحدى الأيام وفي قرية صغيرة محاطة بالغابات المظلمة، كان هناك طريق غامض يعرف بلقب الممر الملعون. كان السكان يرون قصصا مخيفة عن هذا الطريق، حيث تختفي فيه الأرواح وتسيطر الشياطين على القلوب. كان الجميع يتجنب المرور بهذا الطريق الشرير، إلا أن هناك شابا شجاعا يدعى أحمد قرر استكشافه. في إحدى الليالي القادمة، قرر أحمد الخروج في رحلة لاكتشاف الممر الملعون. كانت الأجواء مظلمة ومقززة، والرياح تعصف بالأشجار بقوة. كان قلبه يدق بشدة ولكنه لم يبالي. دخل الطريق الملعون بخطوات حذرة وأنفاس متقطعة. بينما يسيرون، بدأت الأشجار تلتف حولهم وتظهر أشكالا مرعبة في الظلام. سمعوا أصواتا غريبة تأتي من الأعماق، وكأنها نداءات من الجحيم نفسه. توقف أحمد للحظة وألقى نظرة سريعة خلفه، لكنه لم يجد أي شيء سوى الظلام العميق. فجأة ظهرت له رؤية غريبة. رأى صورة لفتاة شابة تتحرك في الظلام، وعينيها تلمع بلمعة مرعبة. حاول أحمد التقدم نحوها للتحقق من هويتها، لكنها اختفت فجأة. انتابه الذعر وقرر أن يكمل رحلته بأسرع وقت ممكن. مع مرور الوقت، بدأت الأحداث المرعبة تتوالى. رأى أشباحا تطفو في الهواء وكائنات غريبة تتجول في الأماكن المظلمة. يبدو أن القوى الشريرة تحاول إرهابه وتخويفه، لكن أحمد لم يستسلم، بل زادت قوته وإصراره. وصل أحمد أخيرا إلى نهاية الممر الملعون. هناك كان معبد قديم يغلبه الظلام. دخل المعبد بحذر، واكتشف أسرارا مظلمة تتعلق بتاريخ القرية والممر الملعون. كان الممر قد استخدم قديما للأعمال الشريرة والسحر القديم. وفجأة ظهرت كيانات شريرة من جميع الجوانب، تحاول إحضار أحمد لعالم الضلال. واجههم بشجاعة وصرخ بكل قوته لطردهم. استخدم قوته الداخلية وصموده لمقاومتهم، وتمكن من صد هجماتهم المرعبة. في لمحة من السحر، انكسرت سلاسل الشر وتبددت الكيانات الشريرة. استعاد الممر الملعون هدوءه وسكنه، وعادت السكان إلى القرية بأمان. عاد أحمد إلى القرية كبطل، حاملا للأمل والسلام. تغيرت حياة السكان تماما، حيث أصبحوا يمرون بالممر الملعون بثقة، كما أنهم لم يعودوا يخشون الظلام الذي يكتنفه. وهكذا تنتهي قصتنا لهذا اليوم. ندعوكم للاشتراك في القناة وتدعيمنا بزر الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.